عسلامة عسلامة، شنحوالكم شعاملين؟ إن شاء الله تكونوا لاباس وإن شاء الله تكونوا صحة جيدة يا ربي. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وباش نشارك معكم فطوري اليوم. ديجا قاعدين تشوفوا فكاس حاين الملوخية يشهي ما شاء الله وتبارك الله. بنا على بنا. طيبت اليوم ملوخية على طريقة أمي وحبيت نشاركها معاكم ونقول لكم كيفاش نطيب الملوخية متاعي. الحق أنا كنت ما نعرفش نطيب الملوخية وتعلمتها بيان سور على أمي. أمي هي اللي علمتها لي وبالحق عاد ديما نفس الطريقة ما بدلتهاش كيما ورتها لي أول مرة. التوا نعمل نفس الطريقة وتجيني بنة على بنة. ما نحكي لكم حسيلو. هذه الملوخية زاد أمي بعثتها لي من تونس وما شاء الله قديش لونها خضرة والريحة متاعها صدقوني فيحة تهبل. والله خديت منها كونتيتي باهية خاطر احنا في الدار نحبوا برشا الملوخية. أنا والأولاد وطار يحبوا الملوخية على الآخر ديما نطيبها. بالحق نطيبها برشا مرات. كهو هذيا الزيت ديما تعرفوني نشكي من الزيت وما فماش حتى زيت عجبني في ألمانيا. ديما زيت نحسه خفيف مش كي زيت تونس بصراحة. زيتنا أقوى وأبن. وهذايا زيت جديد شريته من عند السوريين أول مرة باش نجربه ما نعرفش عليه أغلى شوية من الآخرين. وإن شاء الله يطلع لي ريحته باهية وقوي والمطعم متاعو بنين. ما نعرفش حاسيلو. هذيا الملوخية باش نبدأ بها. أنا الحق نعمل ديما 7 مغارف. وكي نحبها معناتها تجيني كونتيتي زايدة شوية نعمل 8 مغارف. وبصراحة راني الملوخية كي نطيبها ما نحبهاش ما ننويهاش على نهار بركة. معناتها نحب على نهارين بصراحة احنا نحبوها برشا وكي تباتلنا نحبوها زادا. يقعدش ساعات صحن النهار الثالث راني نعاودو نسخنو ونعاودو ناكلوه. بالحق الملوخية نحبوها برشا. وانتوما تعرفوا الملوخية قد ما تقعد قد ما تزيد تبني. حطيت لهنا 8 مغارف كبار. ما شاء الله ما شاء الله على كل ريحة وعلى كل لون بالحق تبارك الله من عش أمي من عند شكون خدت هادي. وجايب ربي خديت كونتيتي باهية معناتها باش تشدني بالكدا. حطينا لهنا 8 مغارف ملوخية. وباش نحط عليها زيت وبيان سور هذايا كله يتعمل على البارد معناتها ما نحطوش على الغاز. حتى لين نخلط الملوخية والزيت ومن بعد نحط نقلي فيها. بصراحة هي الملوخية راهو تحب الزيت تاكل برشا زيت. فما شكون يخلط يزيد زادا الزيت تقطانية مع زيت زيتونة. كل واحد وكيفاش أنا الحق نعملها كان بزيت زيتونة كهو. لازم حسيلو هذاك يتعبى بالكدا وتبدا جارية من الأول. قعدت هنا نصفى زيت والله الحق فما ريحة بنينة وتحسوا لونه غامق شوية. إن شاء الله زادا يطلع المطعم متاعو بنين. صابيت شوية زيت وجيت نحرك فيها لهنا لقيتها ناقصة على الآخر. بالطبيعة باش نزيد نصبرها كيما قلت لكم لازمها تتعبى بالكدا. حسيتو أنا ما طيبتش في العيد ملوخية معرفش احنا عنا عادة في دارنا معناتها كل عيد حتى أختي معناتها خدت العادة متاع أمي. ديما احنا نهار العيد تبدا فما ملوخية في الدار. أنا والله قلت له طاهر معناتها قلت لراجلي تحب نعملو ملوخية. قال لي ليه خارجين من رمضان وواحد خلي مش لازم تعمل الملوخية وكملنا خرجنا احنا نهار العيد. هذاك الحق ما طيبتهاش وفي رمضان رمضان كامل ما طيبتهاش حتى مرة. هذاك علاش حسيتو متوحشينها. كاو لهنا كيما تشوفوا تحطت كونتيتي باهية. توا باش نحركها بالكدا باش الملوخية ما تكعبرليش. لازمها تتحرك بالكدا هذا كل راهو مازالت ما حطيتهاش على الغاز. شفتوها بالكدا هكا بدات تتحل ما شاء الله عليها الملوخية. لونها غامق يهبل والريحة فايحة تبارك الله. توا باش نحركها وتوا باش نحطها تتقلى. وبيان سور باش نزيد نرمي عليها وريقات رند. ما نعليلهاش الغاز ونخليها تتقلى على راحتها. وانا ديجا حطيت الماء يسخن اللي باش نصبو فيها. نخليها حسيلو تقعد تطيب حكاية ساعتين. حكاية ساعتين ساعتين ونص. ومن بعد نحط لها اللحم هذاك شوفوا الغاز ما عليتلهاش ياسر. نغطيها ونخليها تتقلى. وبعديكا نصب عليها الماء. الماء بيان سور لازمك ترد بالك كي تجي تصبو على خاطر معناتها تطرش بالكدا تحاول توطي على الاخر الغاز كي تجي تصبو. تبارك الله لهنا بدات تتقلع وبيان سور راهو لازمك تحركها باش ما تشدلكش من اللوطه هذيك علاش قلت لكم معناتها واحد لازم يعليلهاش الغاز. لهنا تبارك الله هاني صبيت لها الماء هذاك. وتوا باش نغطيها ونخليها تطيب ساعتين ونص هكاكا. ومن بعد باش نحط لها اللحم. وهي قاعدة تطيب على روحها بيان سور نمشيو نفوحو احنا اللحم باش يشرب هكا الفاح نتاعو ويبدا بنين.
خديت لهنا هذا يسميوه هنا العجل الصغير، حاسيلو اللحم بالحق بنين على الآخر، الحاجة اللي تعجبني فيه بالحق اللي يجي طري، وأنا نحب اللحم في أي ماكلة يبدا طري طري على الآخر، بالحق كي نطيب أي حاجة باللحم خليه للي يطيب يطيب على الآخر. هاكا هاو أول حاجة عملتها 5 سنون ثوم كبار، كبار بالكدا، ربيتهم وحطيتهم، وبالنسبة للفاح باش نحط حكاية مغرفتين ملح، وراني نستعمل ملح البحر، ما نستعمل كان ملح البحر على خاطرو صحي وباهي وخير من الملح العادي، حطيت لهنا حكاية مغرفتين ملح، وباش نزيد نحط مغرفة كبيرة تابل. حتى التابل هذايا شريته لي أمي زاده ما شاء الله ريحته فايحة ويهبل. أنا أكثر حاجات نجيبهم من تونس ونكثر منهم هما التابل والملوخية والفلفل الأحمر، بالحق نحب نجيب منهم كونتيتي باهية وتشدني مدة طويلة، خاطر متاع تونس بن على بن بصراحة وما نلقاهمش لهنا. كمان حطيت ورقة رند وهذي اختيارية أنا نحطها من قلت لكم راني تعلمتها على طريقة أمي، وأمي تحط نص مغرفة طماطم، منعرفش نحسها تبنن فما شكون يحط فما لا، أما أنا هذا اللفاح متاعي وفيها أمي بنة على بنة وصدقوني ما نبدلوش، حاجة بركة ناقصة هي الفلفل الأحمر الله غالب ما عنديش، سينو واحد يزيد يحط فلفل أحمر، معناتها مغرفتين تابل مغرفتين ملح 5 سنون ثوم ورق الرند ونص مغرفة طماطم معجونة، ناقص كان الفلفل الأحمر اللي عنده بيان سور يكمل يحط، والطماطم كيما قلت لكم اختيارية أما أنا نحبها، نخليه يرتاح بالكدا بالكدا، لأني شفتو حسيلو جات الكونتيتي ساعة متاع الملوخية تبارك الله برشا، نقصت منها شوية في طنجرة أخرى باش نجم نطيب فيها اللحم، لهنا بعد ما خليتها حكاية ساعتين ونص حطيت اللحم متاعها وباش نخليها تكمل طيب للي تقر زيتها وللي كان اللحم يطيب بالكدا بالكدا، أنا باش نطفي عليها ونخليها للي يطيب، ولهنا طابت الملوخية متاعي ما شاء الله كيما تشوفوا قارة زيتها أكل لحم هابط زبدة يذوب ذوبان نودكم ولا نشهيكم، الريحة فايحة ما نحكيلكمش، الطريقة ناجحة 100% بالحق أنا راني الطريقة هذي ما نبدلهاش خاطر تجيني بالضبط معناتها كيما أنا نحب ونشتهي، الملوخية زادة تبارك الله تهبل، نودكم ولا نشهيكم صحة وبالشفا لينا وصحة وبالشفا ليكم انتوما زادة، نوصل بكم لآخر فيديو نحب نقولكم توا بسلامة، نخليكم في أمان الله، وكالعادة نحب نقولكم إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو، وتوا نقولكم بسلامة.